حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 لحد السنه الجايه من الفيديو اللي فات. طبعا بقالي 3 اسابيع ما صورتش ومش ناويه اصور لان انا ما عنديش وقت، بس كنت قاعده كده ولا بيا ولا عليا، قعدت افكر مع نفسي. طيب انا لو فضلت مستنيه وقت ما افضى ابقى اروح اقوم اعمل ميك اب عشان البس عشان اعمل فيديو مش هخلص. فقررت ان انا اعمل الفيديو، مش مهم الميك اب ولا الكلام دوت. كنت عايزه اعرف رايكم في حاجه اللي هي التقييمات اللي نازله في النظام الجديد السنه دي، التقييمات اللي بتتعمل كل اسبوع والواجبات المنزليه والاداء الصفي والحاجات الغريبه ديت اللي بتبقى كل يوم وكل اسبوع، ده غير امتحانات الشهر، غير كل المهرجانات دي. هل انتوا مع انها تتلغي ولا مع انها تفضل موجوده؟ وعايزه اعرف ارائكم لان الموضوع دوت محيرني جدا. اولا ليه؟ انا بالنسبه لي طبعا انا مهما اقول انا قد ايه مرهقه مش هعرف اعبر. يعني انا كنت اسمع ان رابعه صعبه، بس انا ما كنتش مدركه هي صعبه. يعني ايه صعبه؟ هي مش صعبه عليا انا، هي صعبه على طفل ان هو يستوعب كميه الحاجات اللي بتتاخد دي. واتضح ان انا رجعت رابعه ابتدائي وانا مش حاسه تاني. يعني انا فعلا في رابعه ابتدائي انا حرفيا لازم المنهج كله لازم يبقى متذاكر 100% قبل ما اقعد مع بنتي اشرح ليها حاجه، بصرف النظر عن الدروس وعن المدرسه. طبعا ده بتاخد دروس، وطبعا المدرسه كويسه الى حد ما، فيها التزام، فيها كل حاجه، بس دوت مش كافي. انا بقعد اذاكر مع ديدا زي ما اكون طالبه بتذاكر بالظبط والله العظيم، حرفيا انا مش ببالغ. انا شايفه ان هي ميزه وشايفه انها عيب. اولا هي ميزه ان كل المدرسين دلوقتي بقوا مجبرين ان هم يدخلوا الحصه ويشرحوا ويتابعوا الطلاب، بس الكلام دوت في المدارس يعني الكويسه، تمام، مش المدارس اللي تحت خالص، لا، في المدارس الكويسه. فانا شايفه ان هو بيبقى اجبار على المدرس. هو طبعا بيبقى ارهاق اكيد على المدرس، واحنا كأمات مش مقتنعين ان المدرس بيبقى غصب عنه ان هو يتابع ويعمل التقييمات الاسبوعيه والواجبات المنزليه وكل المهرجانات دي. هو للاسف هو مش بمزاجهم، هم مجبرين على دوت. لان انا عندي مثلا في المدرسه لازم بيبقى في تفتيش على الواجبات والكويزات والحاجات اللي لازم تتعمل كل اسبوع ديت. فانا طبعا كأم اتطحنت بمعنى كلمه اتطحنت، لان انا طبعا ما عنديش طفل واحد، يعني انا عندي 2. فان انا اقعد اذاكر منهج رابعه واقعد اذاكر ارجع تانية ابتدائي علشان اذاكر لابني، فالموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لي. بس يعني برجع اقول ايه، طب يا ترى دوت احسن لينا ولا ده مش احسن؟ كل الامهات دلوقتي بتقول لازم لا للتقييمات، لا للحاجات الحبشتكنات. انا شايفه يعني ده من رايي المتواضع، انا لما بتتعمل الكويزات اللي في المدرسه يوميا او يوم بعد يوم على كل المواد، انا ببقى انا كأم مجبره، انا بتكلم في نقط معينه، انا كأم مجبره ان انا اقعد اذاكر لابني ولبنتي علشان ينجحوا. انا واحده طبعي ان انا لو ما فيش حاجه فوق دماغي او حاجه بتجبرني هكسل، هكتفي ان انا اعمل الهوم وورك وايه، خلاص يلا وندخل ننام وكده، وكان الله بصير بالعباد. يعني دوت اللي انا شايفاه. فانا شايفه ان التقييمات على قد ما هي ارهاق وعلى قد ما هي تعب لينا وللاطفال، بس هي انا حاسه انها في مصلحه الطالب. بس انا عندي يعني حاجه بتواجهني، ان المدرسين دلوقتي بقى كل اللي في لسانهم اعمل الحاجه الفلانيه لا اما هنقصك، اعمل الحاجه اللي معرفش ايه لا اما هنقصك. واحنا كأمهات بقى عندنا وسواس من الموضوع دوت، مع ان دوت مش حقيقي، ودوت بلسان المدرسين. مفيش حاجه اسمها هخصم للطفل، مفيش حاجه اسمها الكلام دوت. بس احنا طبعا يعني هي كلمه برضو ايه بتخوف كده. فانا شايفه ان التقييمات ديت على قد ما هي حاجه صعبه جدا وممله وبتضغط على الطفل، الى انها برضو فيها التزام شويه، يعني بتخلينا. فاما اجي اسال طب يعني ليه انتوا عايزين التقييمات تتلغي، او ليه انتوا عايزين، بيقولوا مثلا علشان الطفل ما بيلحقش ياخد
هدنه من المذاكره، لانه طبعا بيرجع من المدرسه لو هينام شويه يصحى يعمل الهوم ورك، ولازم ان هو يذاكر الحاجه اللي عنده فيها في المدرسه امتحان، غير حاجه الدرس، غير وغير وغير. انا شايفه ان الموضوع بالنسبه لي اجبرني ان انا اتابع كويس جدا بنتي وابقى قاعده فوق دماغها، وان هي تبقى عندها استيعاب بالمنهج. ضغط كل حاجه، بس انا شايفه من رايي ان كل حاجه فتره وهتعدي. يعني ان الطفل لازم من وهو صغير لازم يبقى متعلم ان احنا دلوقتي في وقت دراسه، يعني مش وقت لعب. فانا دوت رايي، فانا مش عارفه انتوا رايكم ايه، فانا محتاجه ان انا اسمع رايكم جدا، لان انا لما قلت كده لصاحبتي هاجمتني، فانا مش عارفه انا صح ولا غلط. طب هل لو التقييمات ديت اتلغت ايه اللي هيحصل؟ يعني اليوم هيمشي ازاي؟ هيكتفوا بالهوم ورك بس؟ طب حد في رابعه يعني لما يجي في الامتحان ان ما كانش في حاجه بتزن فوق دماغه هيجي في الامتحان مش هيعرف يحل. فانتوا ايه رايكم؟ مستنيه رايكم في الكومنتس، والموضوع ده بالنسبه لي فعلا ضروري. اشوفكم الغيد دي جاي واشوفكم هتقولوا لي ايه، وباي باي.